السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الريش الضاني المشوية. طبعا في وصفاتنا بنحاول ان احنا نعمل ابسط الامور واحلى طعم واوفر المقادير. هي دي الشطارة، انك انت تجمع بين كل ده في اكلة واحدة، الطعم والشكل والمقادير والاقتصاد وكل حاجة حلوة. المقادير دي يا جماعة لكل المشويات. معايا هنا يعني تلت كوباية زيت، انا مش بحب اكتر الزيوت في الاكل بس حسب الكمية اللي عندي. دبس رمان عندي برضو تلت كوباية، تلت كوباية خل ابيض، عندي ليمون، فلفل اسود وملح فقط، بصل مبشور، طماطم مبشورة، معلقة عسل ابيض. تمام. التتبيلة دي يا جماعة لكل المشاوي، هتشوي فراخ، هتشوي سمان، هتشوي لحمة، هتشوي ريش، اي حاجة مشوية خليكي ثابتة على التتبيلة دي واحفظيها. في المشويات كتر التوابل بتاخد من طعم اللحمة وبتأثر على طعمها، فاحنا عايزين طعم اللحمة يبقى ظاهر فيها. طبعا يفضل زيت الزيتون في المشويات يا جماعة، بيدي لها طعم ورونق ما حصلش، يعني انصحكم بزيت الزيتون بالذات. كمان هو من الزيوت الصحية، من الدهون الصحية كمان. ادي معلقة العسل معايا اهي، عسل ابيض. المشويات يا جماعة كمان معلومة انه لازم تحط لها اي حاجة مسكرة، يا اما تحط لها دبس رمان، يا اما عسل ابيض، يا اما صلصة، كاتشب، سكر. اضعف الايمان لو ما عندكش حاجة يبقى معلقة سكر. المهم المشاوي كلها لازم يبقى فيها حاجة مسكرة. طبعا هقلب المكونات كلها على بعض وهحط الريش بتاعتي. يفضل كل ما قعدت في التتبيلة اكتر يكون افضل، يعني تعملها من بالليل، تعملها قبلها ب5-6 ساعات. هبدأ احط الريش بتاعتي وهقلبها كويس وهغطيها بالاسترتش وهحطها في التلاجة اقل حاجة 5-6 ساعات اقل حاجة. هقلب التتبيلة كويس قوي. زي ما قلت لكم التتبيلة دي يا جماعة خطيرة لكل المشاوي، زي ما انتم شايفين كده لازم تتغطى فوق وتحت. هحطها في التلاجة ونشوف هنعمل ايه بعد كده. تشوفها السمان، تتبيلة السمان، تتبيلة البط، تتبيلة الفراخ، اللحمة، الريش، كل اي حاجة هتشويها تتبيلة ثابتة. ليمون، خل، زيت، دبس رمان، عسل، او بدل العسل الكاتشب او سكر، وفلفل اسود بكمية كبيرة، وليمون طبعا، وملح. هجيب صاج دهناه زيت، تمام، اعطيله فرشة زيت كده وابدأ ارص فيه. طبعا لو شواية مفيش مشاكل، شواية بالكهرباء، شواية فحم، هترص عليها نفس الرصة. يعني انت كده في الشواية، هنا نسيت البس الجوانتي يا جماعة. هترص بقى على الشواية، جريل او على اي حاجة انت بتفضليها. لكن انا هنا شايفة نتيجة خطيرة، برص في الصينية وفي فرن. طبعا ريش ما بيبقاش فيها لحم كتير لكن الطعم بيبقى خطير. على 180، وبحب اغطيها طبعا ورق زبدة وورق فويل عشان ما تنشفش. اي مشويات عشان ما تنشفش منك ضروري تغطيها. تمام. انا افضل عايزه تشويها زي ما قلت لكم جريل، على الشوايه بالكهرباء، شوايه الفحم، براحتك. هحطها في الفرن ونرجع نشوف ايه اللي حصل. شايفين الشكل يا جماعه؟ شايفين؟ بصوا بقى كمان ممكن كنتوا ترصوا تحت الصينيه دي بصل، شويه بطاطس، شويه بسله، شويه خضار، اي حاجه انت عايزاها. ولكن انا كان عندي خضار بايت فما عملتش كده. كان عندي كمان لحمه وخضار بايت يا جماعه بس ما عملتش الحركه دي. انتوا حابين تحطوا الخضار حطوه. في حاجه اسمها تلميع المشويات، يعني ايه؟ معلقه عسل وعليها مقلعه صلصه، تقلبوهم في بعض وتلمعي بها المشويات بعد ما تطلع، بعد ما تستوي. بس انا شايفاها مش محتاجه اي حاجه يا جماعه، ما عملتش انا الخطوه دي.
لكن لو حابه انت تعمليها معلقه عسل معلقه صلصه تقلبوهم في بعض وتدهنوا بهم المشويات بتاعتك. انا شايفاها مش محتاجه، زي ما انتوا شايفين الطبق تحفه وكان طعمها جميل جدا، ويعني بيتكلم عن نفسه، الطبق بيتكلم عن نفسه، كان طعمها خطير بجد. التتبيله دي خطيره خطيره خطيره. على فكره ممكن تضيفي ليها زعتر يا جماعه، الزعتر حلو قوي قوي في المشويات، بس بصراحه انا ما كانش عندي. في ناس بيعملوها كمان بطريقه تانية، ان انت تاخديها تشويحه، تديلها تشويحه بشويه زيت في الحله. بس انا شايفه الخطوه دي ملهاش اي لازمه طالما بنعمل مشويات، وهي مش محتاجاها اصلا. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.